شرابات المصريين القدماء اللي مصنوعة من الصوف كان ليها صوبعين. يا ترى المصريين القدماء كان عندهم صوبعين بس والدليل على ذلك الشرابات بتاعتهم؟ لا يا جماعة، المصريين القدماء كانوا ناس بيشغلوا مخهم قبل ما يصنعوا أي حاجة ويشوفوا الحاجة دي بتخدمهم ولا ما بتخدمهمش. هما بيلبسوا صنادل اللي هي مصباع اللي هما بيلبسوها، فبالتالي في صباع مفترق تماما عن بقية الصوابع. أنا عايزة ألبس الشراب وأنا خارجة، علشان مثلا لو في تراب، عشان لو الدنيا ساقعة، عشان لو أي حاجة، لازم أعمل حاجات تناسب الحاجة اللي أنا بلبسها. فصنعوا الشراب بهذا الشكل علشان يقدروا يلبسوها تحت الصندل. في ناس هتقول يا نيرفانا، هو المصريين القدماء كانوا بيلبسوا صندل بس؟ لا يا جماعة، وكان عندهم جزم برضو تم تصميمها بنفس الشكل، في صباع مفترق ما بينهم، اللي هي صندل بصباع برضو، حتى الجزمة دي جواها برضو بصباع.